بصوا الفيديو ده ان شاء الله انا مش هتكلم فيه كتير، لان يعني خلينا واقعيين وصراحة مع بعض. حاجة زي فضل رمضان ممكن نقعد نتكلم فيها ساعات طويلة، بل في ممكن بعض الناس تقعد اسابيع وشهور بتعقد دورات وفيديوهات كل شوية وهكذا تتكلم بس عن فضل رمضان. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيقعدوا 6 شهور قبل رمضان بيقولوا اللهم بلغنا رمضان. فباب الاستعداد لرمضان وافضال رمضان وهكذا ده باب كبير جدا وواسع جدا، انا مش هتكلم فيه باستفاضة. انا بس هتكلم في نقطة واحدة، نقطة وحيدة من الحاجات اللي فعلا بستشعرها قرب قدوم شهر رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله سبحانه وتعالى إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. معنى بسيط جدا عايز بس أشاركه معاكم، إن رمضان والنفحات الأيام اللي بيتضاعف فيها الأجر وتفتح فيها أبواب الجنة وربنا سبحانه وتعالى بيكثر المغفرة فيها، دي تعتبر نفحة من ربنا سبحانه وتعالى، تعتبر هدية من ربنا سبحانه وتعالى. فالأمر وما فيه كله إن أنت تتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى الودود العظيم الرحيم مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى بيتودد ليك بهدية بنفحة من عنده. فإزاي هتحسن بقى استقبال الهدية دي؟ ولله المثل الأعلى. لو انت ليك صديق عزيز عليك او ليك حد معرفتك بيه قوية وبتعزه جدا تقدم ليك بهدية، شوف انت فرحتك واستقبالك للهدية ديت هيبقى عامل ازاي وامتنانك ليه هيبقى عامل ازاي. لو حد رتبته عالية، حد مدير في الشغل، حد ذو شأن في الدنيا قال لك انا هديك هدية، شوف غبطتك وسعادتك بالهدية ديت هتكون عاملة ازاي. ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض بيتودد لعباده الضعفاء اللي هم احنا بهدايا نفحات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن النفحات ديت هي شهر رمضان. الناس للأسف بتفتكر ان رمضان دوت هو الشهر اللي بيبتدوا يستعدوا فيه عشان يحصلوا على الهدايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن على عباده بيها، ولكن الحقيقة ان من اشهر ما قيل ان رجب شهر البذر او شهر انك بترمي البذور في الارض، وشعبان شهر السقاية او شهر الرواية، او يعني مش فاكر بصراحة المقولة تحديدا، ولكن كأنك بتروي الزرع فيه. شهر رمضان بقى شهر الحصاد. يعني زمان الناس كانت بتعتبر رمضان ده احنا بنستعد عشان نحصد في رمضان. فكرة ان انت تدخل رمضان وانت لسه بتحاول تستعد هتلاقي للأسف ان رمضان بدأ يضيع منك. زي ما ذكرت انا مش عايز اطول في الفيديو، انا بس بأشير لنقطة صغيرة جدا، ان رمضان ده هدية من ربنا سبحانه وتعالى. مش بتكلم في أفضل رمضان، مش بتكلم في ثواب رمضان، وده ممكن نتكلم فيه كتير جدا، ولكن تخيل بس ان ربنا سبحانه وتعالى مديك هدية. هتستقبل بقى الهدية دي ازاي؟ وهتحسن استغلال الهدية دي ازاي؟ وربنا هيشوف منك ايه في استقبالك الهدية ديت؟ هو ده السؤال اللي انت محتاج تسأل نفسك اياه دلوقتي، لان خلاص فاضل اقل من 2 شهر ونستقبل رمضان. وكل سنة وانتم طيبين.